المباراة مع الأهلي المصري اللي هي، شوفوا الناحية الفنية دي أنا ما عندي بها شغلة. الناحية الفنية هي للمدرب. أنا هنا بتكلم من ناحية نفسية وتركيز ذهني. الناس ديل أو لعيبة الأهلي أو إدارتهم أيا كانوا بيحاولوا يستفزوك بأي طريقة، وخاصة أثناء المباراة. بيشتتوا ذهنك، بيخلوا هناك عندك عدم تركيز، بيشغلوك بأي شيء. تحصل معاك استفزازات. اسمعوا مني وانتوا عارفين الكلام ده، لكن بنذكركم. النازل قارين الحالة النفسية للسوداني، وعارفين السوداني ما بيقبل الحقارة وما بيقبل الاستفزاز، فهم بيلعبوا على الوتر ده. بالله أرجوكم يوم المباراة انتوا ما سودانيين. ما كانت انك انت سوداني واحمق وما السلام عليكم. دي اخر فقرة لفضل موسى ولا موسى فضل، ما علينا. انت فضلت تزيد الايام اللي فاتت عشان تعمل شو، جمهور الاهلي يفضل بقى يعلي الريتش ليك فيديوهاتك وتتشير في فترة قليلة. احنا اللي عملناك برضو، خلي بالك متخليش حد يعرفك. تمام، طلع قعدت تتكلم على الاهلي بكل حاجة سيئة ما لهاش علاقة بالكورة. قعدت تقول ده بيرشوا حكام، دول مش عارف مع الكاف، ده الكاف مش عارف ايه، ده تاني. برغم ان انا حكيت في فيديوهات كتير اللي حصل. الاهلي ولا بيرشح حد يا ابني، احنا بنلعب بمجهودنا وبنكسب بمجهودنا في الملعب فقط، ولا بنعمل حاجات بره الملعب، كله في الملعب. انت جيت لنا يوم اهو، جاي لنا يوم السبت، وصلتوا النهارده بالسلامه، وان شاء الله هقول لك الكلمه الشهيره: بحلم بيك، انا بحلم بيك. انا يوم السبت مستنيك. مستنيك ايه بقى؟ في ارض الملعب فقط. هتيجوا على راسنا اللعيبه وترجع ان شاء الله بالسلامه. حتى لو في جمهور هيرجع برضو بالسلامه. طلعت برضو النهارده بتقول مجلس الاداره وضغط على اللعيبه وضغط مش عارف ايه، واداره اصلا الهلال جايه تعمل بيانات على ايه؟ انتوا ايه الحوارات اللي انتوا عاملينها دي؟ احنا ولا مش هنعمل بيانات غير في الصح او في الغلط. انت قعدت تقول الاهلي برضو تعبان. يا ابني الاهلي اول الدوري وفارق، وماتشات كتيره ما لعبهاش لسه، وراح كاس عالم الانديه برغم ان رحنا. والماتش اللي انت لسه منزله من شويه، الهدف انتوا جبتوه فينا، كنا راجعين من كاس العالم، اللعيبه اصلا تعبانه ومرهقه وفرحان. يعني اللعيبه كانت مرهقه اصلا من كاس العالم، وغلبتونا 1-0 بالعافيه. انت جاي وبتقول هنكسب وكنت واثق. وريني، انا نفسي اشوف وشك ده بعد المباراه. انت اصلا هتختفي خلاص. انت فضاء يعني، ظهرت فتره كده وهترجع تاني للجهر اللي كنت فيه. الاهلي ده يا ابني هو زعيم افريقيا. ده مش بمزاج، ده غصب عنك، القاره كلها عارفه كده. احنا غلطتنا ان الاهلي كان بينيمكم كلكم من المغرب. يلا عامه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم. يوم السبت ان شاء الله الاهلي هيكسب 3.